يا صباح الفل، عاملين ايه؟ والله وحشني ان انا اقف كده قدام الكاميرا كده واصور واتكلم كده واخد براحي. المهم قايمه النهارده بدري وبخلص شويه حاجات كده عشان كان ورايا مشوار، المفروض نازله اجيب شويه حاجات للشتاء ل... لحبيبه امها يعني. والمهم وكانت النية خير ان انا اصور لو عرفت يعني تحت، اشوف الاسعار وكده واصور تحت، لعل وعسى حد يستفيد ونشوف الاسعار الجديدة اللي نازلة، ربنا يستر. المهم ويشاء القدر ان اصور في غير الوقت اللي انا محدداه اللي هو وقت النزول يعني، واصور في البيت. ليه بقى؟ عشان في حاجة قهراني قوي قوي وعايزة اقولها لكل واحدة دماغها زي دماغي قبل ما تقع في الفخ اللي انا بقع فيه. ويا ريتني بحرم، انا ما بحرمش، انا بتقرص وما بحرمش، اقسم بالله ما بحرم واستاهل اللي بيحصل لي. ايه بقى اللي بيحصل لي؟ آه انا مدمنة شنط وجزم، ولو رحت مكان ولقيت فيه حاجة مناسبة او سعرها كويس بجيبها حتى لو عندي منها، وده بيعود عليا انا بالخسارة. ليه بقى؟ انا بقالي فتره مش بعرف انزل كتير زي الاول علشان الظروف اتغيرت وفي بيبي والواحد ابتدى يحس ان هو مش قادر ينزل اصلا وفي كسل وحاجات كتير كده. فابتدت الحاجات دي تتركن اللي انا كنت بجيبها اللي هي الشنط والجزم والحاجات دي. غير ان اصلا انا كان عندي حاجات من جوازي من ايام ما انا كنت بجيب جهازي والكلام ده كله. المهم بقى ان انا جايه دلوقتي بطلع بظبط كده، بشوف هلبس ايه وبحاول ان انا اطلع شنطه وبتاع، يعني بظبط نفسي علشان ما تسربعش ساعه النزول. فوجئت ان في حوالي شنطه او اتنين متهربدين. عارفين انتوا لما تخرجي الحاجه كده من بق كلب زي ما بيقولوا، اللي هي الحاجه متهربده، والله متهربده. انا شفت المنظر صعقت بصراحه، ودي مش اول مره. الغريبه ان انا اتخضيت، انا اصلا اتخضيت ليه؟ ما انا كل مره بيحصل لي كده، يعني حصل لي كده في كذا شنطه وكذا جزمه. الجزم بقى بتعمل الانيل، طب الشنط بكتشف الخيبه الكبيره وانا في البيت. الجزم بتعمل الانيل بقى ايه؟ الجزمه طالعه جميله البسيني، بس انا هفاجئك، هديكي التقيله. ايه هي بقى التقيله؟ ان بعد ما انزل بالجزمه تتقطع مني في الشارع، ومش تتقطع اي قطعه، ابسولوتلي النعل يقع من الجزمه، اللي هو انت تبقي من فوق شيك جدا ومن تحت ماشيه قرعه، والله العظيم ماشيه قرعه. وحضرتك الموضوع ده حصل معايا مرتين، والله العظيم مرتين. مرة كنت نازلة أنا وزوجي العزيز في مشوار مهم، والمرة التانية في العيد. في العيد كنت نازلة صلاة العيد مع أصدقائي وزوجي وزوجات أزواجهم ومجموعة وجروب جميل كده ومخططين وعاملين خطة، ولاقي النعل انفصل من الجزمة. وبصراحة انا بجيب جزم اصيله قوي، يعني تحس انه إن الفردتين مرتبطين ببعض، يعني لو نعلي وقع التاني بيقع معاه، مش بقى واحد مثلا يقع والتاني يسترني، لا لا، الاتنين بيقعوا مع بعض، والله العظيم زي ما بقول لكم الاتنين بيقعوا مع بعض. اللي هو في ترابط كده، في ترابط اسري ما بين النعلين بتوع الجزم، ترابط اسري. واللي بيدفع التمن انا. وده ليه بقى؟ لان انا غبيه، انا بجيب الجزم والشنط واركنها واقول لي الزمن يمكن الحاجه تغلى وتشح، واشيب الحاجه واسيبها واركنها. لما اجي البسها بقى وانا سعيده ومبسوطه وعندي مناسبه وفاكره بقى ان انا سايبه يعني شايله ذخيره للزمن، افوجئ ان الذخيره دي والله بتكمل معايا نصايه. والشنط ما شاء الله وانا بطلعها من الضرفه متهربده متقشره. فانا جايالك يا اختي من المستقبل وبقولك اياكي، شوفي، اياكي انك تجيبي جزمة وشنطة او تجيبيهم وتركنيهم فترة طويلة وتعتمدي بقى ان انت سايبة حاجة للزمن او حاجة لمناسبة كده ركنها الجنب. لا 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 لا، هتفضحك وهتبقى رقبتك زي السمسمة، زي رقبتي كده.
حصلت معايا مرتين في جزمة. والشنط ما شاء الله كام شنطة كده حلوين، غير اللي انا لسه مطلعاهم دلوقتي جداد جداد. انا اللي قاهرني ومدخل الحزن جوه قلبي اني حتى ما خرجتش بيهم مرة، ما شموش الشارع. اوعي تعملي غلطتي، هاتي على قد استخدامك الحاجة، مش هتطير، لانك كده كده اصلا مش هتلبسيهم. اتمنى تكون رسالتي وصلت، لانه فعلا انا مقهورة على فلوسي اللي راحت وعلى الشنط اللي كنت فاكرة ان انا همشي بيها كده وانا متعايقة ومبسوطة. بس ما قدرتش بصراحة ما اعملش الفيديو ده واديكوا عصارة خبرتي في الخوازيق الشنطوية والجزموية، ما علينا يعني. المهم، اوعي يا اختي تعملي زيي وتشيلي حاجة للزمن ملهاش امان. يلا، باي باي بقى.